الصعود تدليا. أكتب لك عزيزي في اللحظة التي يفهم فيها كل إنسان كيف للحي أن يصبح ميتا أو العكس. لحظات البوح، لحظات العيش مع الحروف وتأمل الكلمات وتقليب الأفكار. لا شيء من حولي من الأمور التي اعتدتها هي أمور ينبغي للإنسان أن يعيشها. حياتي وأنا أتعافى من إدمان المخدرات كأنها انتشال غريق من حافة الموت. جوع خلايا جسدي إليه تذكرني بقول السياب الذي قلته لي: كأن كل دمي اشتهاء. لا زلت أذكر ملامح وجهك وأنت تقول لي بعد أن اكتشفت إدماني أني سأواجه المتاعب مع هذه النوع من الخطايا مضاعفا، لأنه في مدينتنا لا يمكن لك أن تحتوي الموضوع بالطرق الحديثة، ولا يوجد مصحة تقدم خدماتها لأمثالي من الواقعين في مستنقع الإدمان. لكن لا تقلق، هنا على الطرف الآخر المصحة الجديدة التي بناها الرجال الخيرون ساعدت في أن أنتقل من القعر. الناس هنا مختلفون، لكل منهم بصمة خاصة، ولو كنت هنا بقربي لاستطعت إكمال كتابك العالق في ذهنك منذ سنوات ولم يرى النور بعد. كيف حال العيال؟ وكيف حال الدنيا في الخارج؟ معنا رجل كان يعمل مدرسا في مدرسة ثانوية، انتهى به المطاف بعد صراع مع الطلبة المتعاطين أن يتعرض لضغوط من عصابات الترويج، ثم أصبح فردا منهم. أهوال كبرى هنا. هل تتصور أن هناك قسما خاصا بالنساء حتى؟ قد لا تعي إني لا أخاف الوحدة، لكني أخاف التردي، أخشى النهاية، وتقلقني كثيرا صعوبة الأمر. أفكاري بشأن ما سيتركه الأمر عندي تكاد تعصرني. أخاف أن ينتهي كل شيء ولا ينتهي هذا الخوف. أعتذر عن مواصلة إرسال الرسائل لك، لكنها منفذ لي بعد أن نأت بنا الدار. هي متنفسي الوحيد تقريبا بعيدا عن حياتي، هنا محاطا بالأنشطة المقتنة كالرياضة والأعمال اليدوية وقصص شخوص حياتي الجديدة. تحياتي، محبك. إشعار على الهاتف 3:30 بعد الظهر. أرسل بصورة عن ورقة بخط اليد إلى البريد الإلكتروني لنبيل. أغلق نبيل جواله بعد أن كدر خاطره الإشعار المفاجئ، لكنه استمتع بأنه استطاع أن يهرب من وقت انتظار توصيله في الحافلة. قطعت سلسلة الأفكار المتتابعة هذه بطلب من صبي وجه لنبيل جملة قائلا: عمو، ما تدفع الكروة؟ كان طلبا منطقيا، لأن حافلة النقل العمومي المتهالكة أوشكت بجدارة أن تصل نهاية الخط. تأمل في نفسه قائلا: ماذا لو وجد نوع من التفكير منخفض التكاليف كهذه الحافلة، أو حتى تفكير بالتقسيط المريح؟ ترجل حاشرا نفسه في جموع الناس السائرين في سوق مركز المدينة. حركته الروتينية تلك امتلكت تأثيرا شاعريا هذه المرة، فقد كانت بمثابة رصاصة الرحمة التي أيقظت نبيل من سباته المتحرك ونقلته صعودا من عالم الأفكار إلى عالم الحقيقة، ليخوض بعدها في خطط الواقع ويعيش يوما عاديا ككل الأيام. لم يستطع أن ينفي لنفسه التي كانت تحدثه بالعمل بعد قراءة سير أناس مثل غاندي ومانديلا لم يكن ليستطيع أن يغير حال أحد أو يعينه على أقل تقدير. لم يستطع أن ينقل هذه العلوم والمعارف التي يلتهمها إلى إضاءات في أرجاء هذا العالم الفسيح. ترك الرسالة ولعن قارئها وتنصل من كل مبادئه. هكذا هي الحياة، تسمع إجابة لا تريدها أو سؤالا لا تشتهيه، ثم فكر كيف سيشتري الطماطم ويمتنع عن شراء القرع وبقية الخضار كي لا يتم جمع شمل مكونات الدومة ويستمتع بالفائدة العملية من أفكاره. إن تتابع أفكاره أقل ما يوصف كأنه هجرة الجواميس الأفريقية التي تنزل من على الجرف الطيني باتجاه النهر بشكل ضيق، وكأن هذا الممر الحيوي المتدفق بقطعان الجاموس شارع متخيل. تحكم أي من هذه الجواميس بالموت على نفسها إن قررت أن تغادره، وأن الضحايا التي تتناولها التماسيح على أطراف هذا الشريان الذي هو حياة أحد وموت آخر هي قربان كي تستمر بقية الأفكار، أعني الجواميس. جلسات القراءة التي كان يقضيها هي هروب من الواقع، بل نستطيع أن نقول أنها جلسات سكر.
تلك المساءات العديدة التي يزدل فيها أجفانه وآخر ما يراه هو صفحات من كتبه مع أفكار يناجي بها نفسه تتهاوى أمام ضربات الواقع الذي يؤكد له صدق كلام أم الجاحظ وافتراء الكثير من المفكرين سواها. تذكر الرسالة التي أرسلت له وشعور اللامبالاة المتولد عنده من قدرته على فعل لا شيء سوى أمانيه الجميلة، وتذكر رسالة أخرى كان قد رآها معنونة بسري للغاية، وانتهى بها المطاف متناولا بها الفستق السوداني من بائع متجول. يا لسخرية الأشياء. نظر نظرة إلى الخضري وخاطبه قائلا: الجميع متساوون حتى تحين ساعة القياس. نظر إليه البائع شزرا ولم يرد عليه، ظنا أنه سائح آت من أعماق التاريخ. لقد رأى البائع الكثير من السياح من أماكن غريبة، فما المانع أن يلتقي بسائح قادم من زمن غريب؟ قال في نفسه: هؤلاء الناس الذين خلت عقولهم من هذه المعارف كانوا بمثابة فرس لم يسرج، على عكسي أنا. استعان بموروثه ليطمئن نفسه قائلا: من ذا يعاتب مشنوقا إذا اضطرب؟ حاول نبيل أن يوقف كل شيء ويصمت في حرم جمال الهتافات المتداخلة لبائعي الخضار في مركز المدينة. أوركسترا في الهواء الطلق، كيلو البطاطا بي، طماطم طماطم، تفاح يأكله الحاج فيرتاح، تعال واشتري